السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير وصحة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين. حبيت ان انا اخزن سبانخ واوريكم التخزين بتاعي للسنة ما يحصلش اي حاجة ليه. زي ما انتم شايفين كده، بلدي وصغيرة وجميلة جدا وخضرها جميل السبانخ. ما يعديش اسبوع واحنا نطبخه من السبانخ او على فراخ او على لحمة. مغذية وجميلة وكلها حديد وبنحب ناكله للاطفال. السبانخ زي ما انتم شايفين كده، حبيت ان انا اخزنها رمضان. ولو لقيت الفاصوليا خزنيها، لو لقيت اي حاجة خزنيها الرمضان، مفيش حاجة تخسر خالص. انا لقيت بالصدفة السبانخ بتاعتي ب5 جنيه، اشتريت 3 كيلو زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها بجد. صغيرة وجميلة وبلدي ونوعها جميل جدا ومسكرة. طبعا التخزين بتاعها سهل وبسيط وطريقتها سهلة خالص. وجايبة الخضرة بتاعتها شبت وكزبرة زي ما انتم شايفين كده. كلها راح اغسله باذن الله، اغسلها وانضفها تنظيفه جميله جدا عشان اطولش الفيديو عليكم. صغننه كده وجميله، وراح انضفها تنظيفه حلوه، ولو كانت فيها حاجه صفرة اطلعها. ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول وننضفوا السبانخ بتاعتنا. دي خضرتها احطها على جنب. من انضف السبانخ نبقى ايه؟ انضف الخضره بتاعت السبانخ. كزبره وشبت بتخلي طعمها جميل جدا. انا جبت طبق كبير كده زي ما انتم شايفين وافكها. ما شاء الله عليها، هي بجد صغيرة وجميلة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده الراس بتاعتها ما تشيلهاش كلها، شيلي حتة صغيرة منيها. فيها ورقة يعني تلاقيها مرضانة كده ولا دبلانة، شيليها. فيها ورقة صفرة تبقى شيليها برضه. جميلة جدا هي يا جماعة السبانخ، وما شاء الله تنظيفها سهل جدا وتخزينها سهل. طبعا انا هنضف السبانخ بتاعتي كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها عشان اطولش الفيديو عليكم. من ننضفها ناخدوها على طول ونغسلوها. وزي ما انتوا شايفين كده نضفنا السبانخ بتاعتنا ما شاء الله. طبعا انا ما قطعتش الراس بتاعتها خالص، قطعت حته صغيره، حته زي ما انتوا شايفين حمرا كده وجميله لسه قاعده. اخدها على طول تحت الحوض واغسلها. انا حابه اغسلها قبل ما اقطعها. ونضفت الخضره بتاعتها كمان واغسلها معاها. انا حطيت السبانخ بتاعتي في الحوض على ميه جاريه عشان لو فيها ميه رمله ولا حاجه تطلع منيها. طبعا انا راح اجيب زي معلقتين خل واحطها. الخل طبعا جميل جدا بيطهر كل الخضرة زي ما انتوا شايفين. واسيبها مدة دقيقتين في مية وخل عشان تبقى جمعانة جميلة جدا. لو كانت مرشوشة معاك السبانخ ولا كانت فيها اي حاجة، الخل ما شاء الله بيطهر الحاجة وجميل جدا. والخضرة بتاعتها برضك انا بعملها كده بنضفها. واي خضرة حبيبتي تنضفيها بالطريقة ديت اضمن لك كتير قوي من تجيب الخضرة جرجير ولا بصل ولا اي حاجة تنضفيها. تحطي معلقتين خل وتنضفيها في مية. بعد ما اغسلها حلو نروح حطها في المصفى الجميلة تتصفى. تاخد معايا ساعتين او 3 ساعات وبعد كده اقطعها. بعد ما غسلت السبانخ بتاعتي وحطيتها في المصفى اتصفت وبقيت ما فيهاش مية خالص ما شاء الله. اجيب على كده واقطعها بالسكينة كده وتقطعيها تقطيع جميل جدا. وزي ما انتوا شايفين كده عشان اطولش الفيديو عليكم، قطعت السبانخ بتاعتي وقطعت الخضرة الكزبرة والشبت ما شاء الله. اجيب اكياس على طول على كده واعبي. الطريقة دي جميلة جدا يا جماعة، انا للسنة بخزنها بالطريقة دي. السبانخ وما شاء الله عليها بعبيها زي ما انتوا شايفين كده على قد طبختك، وتحطي في الكياس. تطلعي على طول الكيس وتحطيه في الصلصة. اطلع كل الهواء من الكيس كده عشان ما يتمليش تلج زي ما انتوا شايفين كده. يمكن بنتي قاعدة تعبي معايا ما شاء الله عليها بجد يا جماعة جميلة جدا السبانخ. انا عبيتها في اكياس على قد الطبخة بتاعتك وتعبي. جميلة جدا وسهلة وبسيطة وتخزين جميل جدا مضمون. انا ضمناها على طول يا جماعة، بخزنها على طول بالطريقة دي جميلة خالص. خلصنا السبانخ بتاعتنا ما شاء الله عليها، ما خدش معانا وقت خالص. تخزين سهل وبسيط وما شاء الله. للسنة ما يحصلش اي حاجة ليها. ويا رب يكون عجبكم الصنف بتاعنا وعجبتكم اللي تخزين السبانخ. واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم.